ليه دايما بنفشل بعد ما نبدأ؟ يعني طب عمرك بدأت حاجة بكل حماسك وبعد يومين اختفيت مثلا؟ فافتكرت انك كسلان او افتكرت انك فاشل. لكن الحقيقة انت مش كسلان ولا انت فاشل، انت بس كنت ماشي بخطة مش ماشية معاك. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فطريق النجاح مش المفروض يكون تعذيب، فاهمني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ما تصعبهاش على نفسك، فما تجيش انت وتصعبها على نفسك. والخطة اللي تخليك تمشي بحاجة منظمة كده كل يوم احسن، فاهمني، من ان انت مثلا تبقى بادئ متحمس قوي يوم وتاني يوم تكسل وما تعملش اي حاجة خالص. دي طبيعتنا. ما انا بادئ مثلا الخطة، انا عايز في اخر الاجازة ان انا اوصل لكذا كذا كذا وما اعرفش ايه، متحمس جدا وعارف، والادرينالين بتاعي عالي وخلاص انا الحماس واخدني. لكن بتيجي تبص بتلاقي يوم اتنين تلاتة وكل ده بيروح تاني، ف ولا كأنك عملت حاجة. وجاي اقول لك دلوقتي ثلاث غلطات احنا بنقع فيهم قوي. اول حاجه الحماس الزياده قوي جدا، بمعنى اصح ان انت لما بتكون متحمس جدا ف... فاللي هو انت فاهم بيترتب على كده. تاني غلطه طبعا انك بتحط اهداف كبيره قوي قدامك، وده غلط، فاهم؟ زي ما انا قلت لك في الفيديو اللي فات لو انت كنت سمعته، فان انا قلت لك يعني مثلا ما تجيش معلش الاجازه شهرين وتقول انا هحفظ القران كامل في شهرين، لان ده شيء يعني صعب جدا جدا. انا عارف ان في ناس هتقول لي اللي عايز حاجه هيعملها، ماشي، انا معاك والله على دماغي، بس انا بقول لك انا بحط حاجه منطقيه قدامي، بمعنى اصح مفيش حد هيختم القران كله في شهرين، فاهم؟ فلو انت تعرف ف انا مش عارف انت فاهم. المهم، فاللي انا عايز اقوله لك ان الحماس الزياده غلط قوي، مش عيب انك تكون متحمس، ولكن الحماس بتاعك ما ياخدكش انك تروح تحط هدف كبير قوي قدامك. تالت حاجة انك مش بتقيم نفسك يوميا، بمعنى صح انا مثلا لما قلت ان انا هعمل مثلا بكرة واحد اتنين تلاتة، انا حطيت كده في دماغي، طب انت كتبتها؟ طب انت علمت على اللي انت خلصته في اخر اليوم؟ هل انت قيمت نفسك؟ شفت انت عملت ولا لا؟ فانت لو ما قيمتش نفسك ف... فدي غلطة كبيرة قوي، انت فاهم؟ فبس، انا دلوقتي رايح مشوار، رايح البلد كده بعيدة عننا شوية، ودي طلب هناك وكده وبس. فاقابلك يعني ايا يكن هقابلك امتى يعني، فهقول لك على شويه حاجات برضو ان احنا المفروض ان احنا نعملهم وكده. لسه راجع من بره ما بقاليش 5 دقايق بالظبط، وصبيت كوبايه كركديه عشان خاطر الدنيا حر جدا 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 جدا، يعني من هنا للسنه الجايه. المهم في حاجات بقى عشان ندخل في الموضوع على طول، ان في حاجات احنا عايزين ان احنا ان شاء الله هنمشي عليها، او بمعنى اصح حاجات هتساعدك. تمام. وممكن الكلام ده انا كنت بقوله لك بس متفرق شويه، بس انا بحاول ان انا اجمعهم لك يعني ايه مع بعض كده. اهم حاجه ان احنا عندنا حاجه اسمها المتابعه الاسبوعيه والمتابعه اليوميه. تمام. المتابعه الاسبوعيه دي سيبها لنا، يعني انا هجي لك كل اسبوع ان شاء الله مثلا هنزل مثلا على اليوتيوب مثلا اي بوست او كده، ان انا مثلا هقول لك هل انت يعني مثلا انت عملت ايه، هل انت مثلا انجزت فعلا اللي احنا قلنا عليه ولا لا، وفي نفس الوقت انت عملت ايه، فاهمني؟ وانت ان شاء الله يعني في تعليقاتها اكيد يعني هتكتب لي انت عملت ايه وكده. تمام. ده المتابعه الاسبوعيه. طب المتابعه اليوميه اللي احنا اتفقنا عليها طبعا ان انت لازم يبقى معاك النوتة بتاعتك الجميله، وانك كل يوم كده بالليل او مثلا بعد ما تخلص تبدا انك تتعلم على الحاجه اللي انت عملتها. وفي حاجه مهمه جدا انك تثبت حاجه. يعني ايه اثبت حاجه دي؟ اثبت حاجه بمعنى اصح ان انا اكون حاطط في دماغي مثلا انا قبل العصر بنص ساعه او بربع ساعه، خلاص تمام، مثلا او بساعه يا عم، انا بشرب عصير بنزل اجري، فاهمني؟ او بشرب كوبايه قهوه بنزل اجري. انا كل يوم بنفس الطريقه ان انا اشرب كوبايه عصير وانزل اجري. انت فاهم دماغي؟ مثلا انا هصلي العصر وابدا احفظ الثلاث ايات اللي احنا اتفقنا عليهم، فانت مثبت ان انا هصلي العصر هبدا. انت فاهم دماغي؟ ما تسيبهاش لله وللوطن كده، ان انا مثلا يعني ما اقصدش يعني حاجه بالكلمه، اكيد احنا كل حاجه بنسيبها لله، اقصد يعني بمعنى صح ان انت ما تسيبهاش كده، فاهمني؟ انك مثلا تقول انا هعمل كذا النهارده بس انت مش عارف انت هتعمل امتى، لا فده غلط. لا، انت لازم تكون محدد وقت معين ان انت هتعمل فيه الحاجه دي. فانت مثلا بعد صلاه العصر ان شاء الله هتحفظ الثلاث ايات، بقى تخلص صلاه وتقعد تحفظ الثلاث ايات. قبل صلاه العصر هتقعد تجري شويه، فاهم؟ وهكذا بعد يعني وهكذا يعني، فاهمني؟ فانت لازم تثبت حاجه، تثبت حاجه علشان خاطر انك يعني اول ما تعملها تبدا ان انت تعمل الحاجه على طول، فاهمني؟ بس
فيعتبر ان كده ده كل حاجه. انا مش عايز اطول عن كده. لسه بقى هقول لك السنه المهجوره عن النبي عليه الصلاه والسلام. بس هشرب بس كوبايه العصير كده وادخل اوضتي واقولها لك يعني. فآخر حاجة سنة مهجورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الحديث هنا اللي هو يعني بيقول لك انك تتوضا قبل ما تنام. فبيقول لك عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتيت الى مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن. رواه البخاري. فاهمني؟ ثانيه كده الدنيا تمام. فاللي هو بمعنى اصح كده انا عايزك انك كل يوم ان شاء الله قبل ما تنام انك تتوضى. انت فاهم قصدي ازاي؟ فطول ما انت نايم بيبقى في ملك كده بيبقى قاعد جنبك. فاهمني؟ بيبدا ان هو يستغفر ليك. انت فاهمني؟ انت بتاخد حسنات كتير قوي، بيغفر لك ذنوب كتير قوي. وكمان كمان انت لو مت فبتموت على طهارة، وده شرف كبير قوي ليك. انت فاهمني؟ ايه تاني يا واد يا يوسف؟ ايه تاني؟ بس انا بس اما اقرب المايك عشان صوتي يعلى شويه. أم، اقول لك ايه تاني. في ميزه كمان، انت لما بتتوضى مثلا وبتيجي تنام بتحس براحه نفسيه رهيبه يعني حرفيا. يعني انت مش بتحسها في العاده. فانا عايزك تجرب وتقول لي ايه اللي حصل معاك يعني. فاهمني؟ انا عايزك كده تجرب ان انت قبل ما تنام انك تتوضى قبل ما تنام وتقول لي انا حصل معايا ايه. تمام؟ فاتمنى ان الفلوج او الحلقه او الفيديو ده يكون خفيف على قلبك كده و... وبس. واتمنى انك تكون استفدت اي حاجه. وده تعتبر تاني حلقة من سلسلة سمر ماستر مايند. ان شاء الله استنى الحلقة التالتة او الفلوج او ايا يكن يعني زي ما قلت لك. وبس. وانا مبسوط والله لو انت بتستفيد مني فانا مبسوط جدا يعني. وبس، يلا سلام.